السلام عليكم البنات، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش تفاصونيو هاد لي طاغ طوليت اللي كيجيو زوينين ان شاء الله. من بعد نخلي لكم لاباط ديالها في صندوق الوصف ان شاء الله. هنا نشوفوا هاد لي طاغ كيفاش كيجيو. انا نعطيكم طريقه اللي هي سهله. غناخذوا واحد بابي كويسو كنحطوه هنا، في عوض اللي تخدموا بالدقيق وتجلخوا الدنيا لا، كنديروا غير بابي كويسو بحال هكا رقيق، كنحطوا فوق منه هذه، كنشدوا هاد الكره هذه ياك، كنحاولوا نديروا لها بحال هكا، كنحطوها الوسط وكنبداو هنا البنات. كنحاولوا نوقفوا صبعاننا، هاد الصبع يوقف، من الافضل ما يكونوش عندكم الضفران باش ما تثقبوش هذيك لاباط ديالكم ياك. كنبدا كنطلع شويه بحال هكا. شوف صبعي كيدخل من هنا، ها نتوما شوفوا طريقه صراحه كتجي سهله، لا بالنسبه للمبتدئين ولا بالنسبه حتى اللي متعلمين، في عوض لانك تسرحيها وديريها لا. هنا كناخذ واحد السيركل اخر وكنبدا كنقطع باش كنحصل على هاد الدوره هذه اللي كتكون سامبل وزوين. هنا كنحاول نورك، هنا كنعاود نحيد البابي كويسو بحال هكا، كيجينا لي طاغ بحال هكا. هنا ضروري خاصنا نطيبوهم بهاد المشبكه باش كتشد لينا. غنعاود معكم عاوتاني وحده اخرى، ها نتوما شوفوا حتى حاجه ما كتضيع وما كترولوش بالدقيق بزاف. كنعاود عاوتاني ندير هنا ياك، وكنعاود نخدم بهاد الطريقه هذه. كندوروها صراحه كتكون سهله والخدمه ديالها ماشي صعيبه بزاف بالنسبه للنساء اللي كيخدموها في الدار ولا بالنسبه للناس اللي خدامينها على برا. وتا هاد العجينه هذه راها زوينه ومطلوقه. ها انتما كنعاود عاوتاني نورك، هنا كتسهل عليا المأموريه، كتجيني القناه كاملين كيكونوا مسدودين، هنا الحواف ديالها كاملين مقادين. وكنعاود نحطها هنايا، كندخلها ديال الفران، ولكن قبل ما ندخلها للفران كنديرها في الثلاجه حتى كتبرد. علاش؟ حيت الا دخلتها وهي سخونه مني كتدخل الفران كتذوب لينا، ما كتبقاش عندها نفس الفورمه. دونك غندخلها للثلاجه حتى تبرد، غنشعل الفران درجه الحراره 160. عاد ديك الساعه غادا ندخل ليه هاد العجينه هذه. شوها ها هي عطات هذيك الطرزه ديالها باقي كاع ما طابت ديال السيبات. كنحط هنا وان شاء الله من بعد غادي نخلي لكم هاد العجينه هذه اللي هي ديال لاطاغ، كتجي زوينه وهائله ورطبه. شوفوا ما شاء الله شحال زوينه. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الثاني. شكرا لكم.